لو في يوم الجو لقيته لطيف وفي نسمة برد خفيفة كده ومعاك 100 جنيه، تعال أقولك تقضي بيهم أحلى يوم في النيل إزاي. في رحلة مدتها 6 ساعات هتاخدك بآلة الزمن للزمن الجميل، في الأتوبيس النهري اللي هيوديك القناطر ويرجعك تاني، وتذكرته زي ما قلتلك ب100 جنيه. هيوصلك للقناطر في ساعتين، وتقضي هناك ساعتين، وترجع في ساعتين، كده ال6 ساعات. مش مبالغة. المناظر على النيل هتاخدك لعالم تاني، وهنزل معاك دلوقتي بكل التفاصيل، وعلى ضمانتي هتتبسط، يعني هتتبسط. يوم الجمعة الصبح قبل الساعة 9 تكون في مرسى الهابيلاند للأتوبيس النهري في المظلات. هتروح له بسهولة من مترو الخلفاوي. لما تخرج من المحطة هتلاقي نفسك في شارع شبرا، تدخل شارع دولتيال لآخره هتلاقي كوبري تحيا مصر في وشك، ومرسى الأتوبيس النهري جنبه على طول. أول ما توصل يكون معاك أكلك وشربك، هتلاقي استراحة على النيل تقعد فيها شوية لحد ما العدد يكتمل 50 فرد. عايزك بس الأول تطول بالك شويتين لحد اكتمال العدد. بمجرد ما الأتوبيس النهري يتحرك هتحس إنك بعيد عن كل حاجة حرفيا. هوا نضيف ومية بتلمع وخضرة حواليك من كل اتجاه. هتعدي على معالم كتير في النيل، جزيرة الوراق وأشجار الموز وقصر محمد علي. وكمان هتشوف المكان اللي النيل بيتفرع فيه لفرع دمياط ورشيد. بعد رحلة ساعتين في النيل هتوصل للقناطر، تمشى هناك على كيفك، قدامك جناين ومساحات خضراء، بس أهم حاجة تروح للشلالات. هتمشي وسط الزرع وصوت المية حواليك، ولما توصل الشلالات هتلاقي منظر هيخطفك بأصوات المية. وفي ناس بتجازف وتعوم في النيل، بس على مسؤوليتهم لأن مفيش منقذين. قبل الساعتين ما يخلصوا ترجع تركب الأتوبيس النهري من نفس المرسى، وتبدأ رحلة الرجوع على نفس الطريق. ولو جربت الفسحة دي اكتب لي في الكومنتات رأيك فيها، واللي تحب أروح أفسحك فين المرة الجاية.